مساء الفل يا ست الكل، مبروك لكل واحدة جابت غسالة أطباق جديدة. بس يا ترى إيه الأهم من غسالة الأطباق؟ ما هو الشغل أهو، جبنا الشغل، بس الأهم من الشغل ضبط الشغل. لازم نظبط الشغل. جبت غسالة أطباق جديدة، دفعت مبلغ وقدره، لكن الأهم من الغسالة المسحوق. المسحوق اوعي تستخسري في المسحوق. جيبي مسحوق كويس، اصرفي على غسالتك علشان خاطر تعيش معاكي عمر طويل. طب هو المساحيق اللي جودتها مش كويسة هتضر غسالتي؟ اه طبعا هتضر غسالتك جدا. وعلشان خاطر ترجعي للكفاءة، الغسالة لسه كنت جايباها جديدة كانت كفاءتها قوية، عشان ترجعي للكفاءة دي هتاخدي وقت علشان خاطر غسالتك تتعافى وترجع زي الاول. وبرضه هترجعي تجيبي مسحوق كويس عشان خاطر غسالتك تبقى كفاءتها قوية. بلاش تستخسري في غسالتك، هاتي مسحوق كويس. تاني حاجة، كل 3 شهور الغسالة بتاعتك عايزة تستحمى كأنها عيل من عيالك. والله دورة تنظيف عميق للغسالة اللي هي دورة الخل. طيب لو انت امكانياتك كويسة، هاتي منظف الاجزاء الداخلية. المنظف ده بيجي مع المجموعة كاملة او بتشتريه لوحده عبوة، زي عبوة فانيش، بتشيلي الغطا تفكيه وتقلبيها على وشها كده، ودورة كاملة بترجع لك الغسالة فريش جديدة، بتلمع زي الفل. بصراحة بتفرق جدا مع غسالتك. يا اما تعملي دورة الخل اللي احنا قلنا عليها، يا اما تجيبي المنظف للاجزاء الداخلية، هتفرق معاكي جدا. ما تنسيش كل 3 شهور مرة يعني تعملي تحديث كده للغسالة، تنزلي لها ويندوز. طيب ايه يعني المساحيق اللي جودتها كويسة وتحافظ على الغسالة بكفاءة 100 100؟ اول حاجة يا ست الكل، فري ممتاز، فينش هايل، لوديفيك جميل جدا، راس وبودر مفيش مشكلة. وفي نقطة يا جماعة للناس اللي عندها غسالات، بلاحظ ان كل واحدة ليها غسالة بترتاح، كل واحدة غسالتها بترتاح مع نوع معين. سبحان الله، دي ما نعرفهاش. زي مثلا الأجهزة حظوظ، والله المسحوق نفس الكلام، بس المسحوق الكويس. يعني عندك 3 أنواع، واحدة تقول لك أنا فينيش عندي هايل، جبت لودفيك يعني مش قوي، التانية لودفيك ممتاز. فأنتي على ما غسالتك ترتاح امشي، والله زي ما بقول لك كده، اقراص امشي. لا البودر أحسن، امشي عادي مفيش اي مشكله. وبالنسبه للجماعه اللي بيقعدوا يقولوا اقتراحات في التعليقات، مش اي كومنت تاخديه وتروحي تنفذيه. تاكدي الاول، اسالي، اعرفي ان الحاجه دي تضر غسالتك ولا لا، علشان خاطر غسالتك تعيش اطول فتره ممكنه. الغساله على فكره ممكن تعيش معاكي 30 سنه مفيش اي مشكله. هتلعبي في الغساله ممكن 2 3 هوب تشتكي، تقعدي تقولي بقى الضمان والصيانه وي وي، وتدخلي في دوامات. حافظي على غسالتك يا ست الكل. الف مبروك لكل واحده جابت غساله اطباق جديده. والمره الجايه، الفيديو الجاي، هعمل لكم فيديو عن المشاكل اللي قابلت المتابعين عندي، يعني تجارب حقيقيه، الناس حكت التجارب بتاعتها، ايه المشاكل اللي واجهتهم مع المساحيق الرخيصه. شكرا.